مساءكم سعيد متابعي الكرام على قناة الشاشة تيفي، أهلا وسهلا ومرحبا في هذا اللقاء. بعد عودتهما من الحج، سيدة تطعن شقيقها واضعة حدا لحياته، وهذه تفاصيل ما حدث. اهتزت مدينة اليوسفية مساء أمس الاثنين على وقع جريمة بشعة نفذتها سيدة في حق أخيها الأربعين باستعمال السلاح الأبيض، واضعة بذلك حدا لحياته. مصادر خاصة من اليوسفية كشفت أن المعنيين كانا في زيارة لمنزل والدتهما بحي التقدم باليوسفية قبل أن تدخل المتهمة، وهي أم لطفلين ومقيمة بمدينة أكادير، في صراع مع شقيقها تجهل لحدود الساعة أسبابه الحقيقية. فهناك من يربطه بالمعاملة السيئة للضحية لابنها الذي يقيم مع جدته بمدينة اليوسفية، وبين من يربط ذلك بخلافات أسرية أخرى. وقد أقدمت الأخت على توجيه طعنة قاتلة للضحية باستعمال سكين نتج عنه جرح غائر ونزيف حاد قاد لموته دون تأخير، علما أن هذا الأخير والمتهم قد عاد للتو، تؤكد ذات المصادر، من أداء مناسك الحج. وفور إعلام الدائرة الثانية بالواقعة، انتقلت عناصرها لمكان حدوثها، حيث تم نقل جثة الهالك لمستودع الأموات، وذلك لإخضاعها للتشريح الطبي الضروري في مثل هذه الحالات، في حين تم توقيف المتهمة وفتح تحقيق في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة.